ايا كان انت اهلاوي ولا زملكاوي، خلاص ما فاضلش غير كام ساعة على مباراة القمة، واكتر مباراة احنا مستنيينها اكتر كمان من ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي. وكلنا طبعا عارفين السبب احنا ليه مستنيين المباراة دي. وعلى فكرة في بنات كتير جدا بيفهموا في الكورة احسن مننا اصلا. فانا بعد المباراة هجيب اقرب تخمين لولد واقرب تخمين لبنت، وهعمل لهم منشن في فيديو تاني لوحده. فلو انت اهلاوي او زملكاوي او حتى ما بتشجعش ولا فريق منهم، بس على الاقل كده كده هتتفرج على المباراة، عايزك تكتب لي في الكومنتس، عشان دي حاجه انا عايز ارجع لها. دي حاجه انا دايما بعملها في المباراه دي بالذات، الاهلي والزمالك، ان انت تكتب لي في الكومنتس وتتوقع المباراه هتنتهي كام لمين، ومين اللي هيجيب الاجوان. علشان هي بتبقى حركه لذيذه كده، فن بنشوف فيها مع بعض مين اللي خمنها صح اون بوينت بالظبط. انا ذات نفسي مش عارف المباراه ممكن تنتهي على كام، ومباراه ممكن يحصل فيها ايه. انا هقول لكم دلوقتي توقعي المباراه، بس اعمل بوست دلوقتي حالا واكتب الكومنت بتاعك قبل ما تسمع رأيي، علشان رأيي ما يغيرش تفكيرك. أنا شايف إن المباراة هتخلص 3-1 للنادي الأهلي. أهداف النادي الأهلي هتكون عن طريق جراديشار، إمام عاشور، وبن شرقي. أما هدف الزمالك الوحيد هيكون عن طريق شلبي.